السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم يا حبايبي في قناتي اكلاتي مع اختي في المطبخ. النهارده ان شاء الله هنعمل معاكم رز السمك، رز الصيادية بطريقة سهلة وجميلة ويبقى لونه غامق وحلو زي بتاع المحلات واحلى. يلا بينا نبتدي مع بعض. انا معايا رز مغسول اهو، ومعايا بصلة متوسطة مفرومة. يلا بينا نبتدي مع بعض. بصوا يا حبايبي، انا جبت حلة فيها زيت اهو، معلقتين كبار زيت. الحلة سخنة، هنزل عليهم بالبصلة المتوسطة اهي. هنفضل نقلب فيها بقى لحد ما تحمر. شايفين يا حبايبي اللون ده؟ هو ده اللون المطلوب. هنحط بقى ميه سخنه كده اهو. ما تخافوش، هو مش هيتحرق منكم ولا حاجه، بس هو اللون ده اللي بيخلي الرز لونه احمر وجميل زي ما انتم شايفين. هحط شويه ميه كده مغليه. شايفين الميه اول ما اتحطت لونها بقى جميل ازاي؟ هسيبه بقى ياخد غلوتين وهحط الرز. بصوا يا حبايبي، خد غلوتين اهو. هحط الرز بقى اهو. الرز ده انا غسلاه صفياه. شايفين لونه جميل ازاي؟ ما شاء الله اهو. مش حطينا بقى طماطم ولا حطينا اي حاجه، زي بتاع المطاعم واحلى. هغطيه بقى بالميه. هغطيه بقى بالميه كده، بس مش تزودي عشان ما يعجنش منك. واحط الملح اهو. رز السمك بيحب الملح زياده. هسيبه بقى 3 دقايق يغلي وبعد كده هوطي عليه. بصوا يا حبايبي، الرز اتشرب الميه اهو. شايفين لونه عامل ازاي؟ لونه جميل جدا وغامق اهو، زي بتاع المحلات واحلى. انا بقى وطيت عليه خالص لما اتشرب الميه، وهسيبه بقى يستوي. شايفين يا حبايبي الرز استوى اهو. لونه جميل جدا ومفلفل ما شاء الله. شايفين اهو، مفيش اسهل من كده. هغرفه بقى وارجع لكم تاني. شايفين يا حبايبي الرز ما شاء الله بعد ما قدمناه اهو، لونه جميل جدا وريحته تحفه وطعمه جميل. والله العظيم احسن من بتاع المطاعم 100 مره. كفايه ان انت عاملاه بايدك ومكونات بسيطه ما فيهوش اي حاجه. وعملنا جنبه سمك مقلي اهو وسلطه. هسيب لكم رابط السمك المقلي في صندوق الوصف ان شاء الله. سمك مقلي ومقرمش وجميل وريحته حلوه جدا. والمكون الاساسي النهارده هو الرز. ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم اعملوا لايك وشير واشتراك في القناه، وقولوا لي رايكم ايه في وصفه النهارده. لو عوزتوا اي وصفه قولوا لي وانا اعملها لكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.